مرحبا بكم. اليوم سنتكلم عن سلالة المارينوس الإسبانية المعروفة. هي واحدة من أشهر وأقدم سلالات الأغنام في العالم، تعد رمزا للجودة العالية في إنتاج الصوف. نشأت في إسبانيا وانتشرت لاحقا في جميع أنحاء العالم، خاصة في أستراليا ونيوزيلندا، حيث أصبحت سلالة أساسية في صناعة الأغنام. منشأها إسبانيا في العصور الوسطى. كانت محمية من قبل التاج الإسباني، وكان تصديرها محظورا بشدة حتى القرن الثامن عشر. لعبت دورا هاما في الاقتصاد الإسباني، وكانت مصدرا للصوف الفاخر الذي يصدر إلى أوروبا. من حيث الصوف فهو كثيف وناعم جدا، ويعد من أنعم أنواع الصوف في العالم. قطر الشعرة منه من 17 إلى 21 ميكرون. لون هذا الصوف أبيض بالكامل. أما بالنسبة للقرون فالذكور غالبا لها قرون ملتفة، أما الإناث فعادة بلا قرون، ويمكن أن يكون لها قرون في بعض الحالات. الحجم، هي سلالة متوسطة الحجم لكنها قوية البنية. صوفها يستخدم أساسا هي تربى لأجل صوفها، وتنتج صوفا عالي الجودة يستخدم في صناعات الملابس الفاخرة. أما بالنسبة للحم فتستخدم أيضا في إنتاج اللحم، لكن ليس بكفاءة سلالات أخرى. أما بالنسبة للتكيف فهي قادرة على التكيف في مناخات جافة وشبه جافة، وتتحمل ظروفا بيئية صعبة. هناك عدة أنواع من المارينوس تطورت حسب العصور، وكذلك حسب البلد والتضاريس والمناخ. المارينوس الإسباني وهو الأصل. هناك المارينوس الأسترالي الأشهر عالميا الآن، والمارينوس الفرنسي. وهناك أيضا في جنوب إفريقيا المارينوس الجنوب إفريقي. بصفة عامة تتميز هذه السلالة بالصوف العالي الجودة، مرتفع السعر، وتتحمل التنقل والرعي في ظروف قاسية، وكذلك دورة حياة طويلة مقارنة ببعض السلالات. أتمنى أن يكون هذا الفيديو أفادكم. إلى لقاء آخر في فيديوهات أخرى إن شاء الله.